الأستاذ أحمد عبد القادر، مخرج لمسلسل الغريق. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. مرحبا وسهلا، مبروكين أيضا على انتهائكم من تصوير المسلسل. أولا أقول لك حياك بالله. حياك الله. حياك الله. أبو حمدي، طبعا المسلسل بيتكلم عن فترة تاريخية وحدث حصل في فترة معينة. تجسيد أو الرجوع إلى هذه الفترة كان صعب دراميا؟ أنا بوجهة نظري يعني الأستاذ عبد الله كان بيتحرى كل الدقة الأماكن المشابهة بالاكسسوار المشابه باللبس المشابه، يمكن أقول بالشخوص نفسها. يعني شكل الشخص نفسه لازم يكون مشابه. المكياج يعني تعب معانا ناس كتير، يعني الأستاذ عبد الله كان كل العناصر متجندة عشان خاطر يجيب يوثق توصيل بشكل درامي بشكل تقني عالي جدا. يعني الفيلم بتاع الأستاذ عبد الله بيبقى هو الأستاذ عبد الله طبعا هو عاشر الفترة دي، فكان هو فترة طفولة بصراحة هو المرجع، بصراحة هو المرجع. يعني أي حاجة كنا بنرجع له، حتى اللهجة، حتى المفردات الألفاظ كان يجي يصلح ده الاكسسوار. كنا دايما في أي قطعة اكسسوار نقول له ده اللبس، تطريز اللبس. الأماكن بصراحة مش عاوز أقول الأماكن يعني أنا كان نفسي أطلع رحلة سفاري، الأستاذ عبد الله الحمد لله يعني طلعت سفاري. كواليس وحكايات فنية. ونحن هنا بصدد الحديث عن مسلسل الغريقة، والذي تم إنتاجه عام 2009 بسلطنة عمان بمحافظة ظفار. يلا يا جماعة يلا 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 5 هدوء. يلا ستاند باي، ران كاميرا 5 4 هدوء قربوا من بعض، قربوا من بعض. يلا 3 2 1 هدوء.